مرحبا بكم متابعينا في هذا الفيديو. سنعرض عليكم في هذا الفيديو قصة صدام حسين من الولادة وحتى الموت. طفل كان يتكور على نفسه ليتجنب ضربات زوج أمه ويجبره على بيع البطيخ ورعي الغنم. قائد أمه تهتف الحناجر باسمه، ورجل عسكري يرعب اسمه كل من يسمعه. كاهل ذو لحية كثيفة يقف مبتسما بعد أشهر من القبض عليه في حفرة كان يختبئ بها. مجرم ينتظر بثبات التفاف حبل المشنقة حول رقبته. مشاهد بينها ألف حكاية وحكاية، حكايات ضعف وفقر ووجع ومجد وثراء وسلطة وسطوة، انكسار وحسرة. الدكتاتور الأحمق الذي دمر العراق وسهل دخول الأمريكان. انقسم العرب والمسلمين وربما العالم حول صدام حسين، أكثر القادة المعاصرين إثارة للجدل. فأيا كان رأيك، مؤيدا لأسد الأمة أو عدوا للطاغية، نحن نقص عليك تفاصيل حياة صدام من المهد حتى حبل المشنقة. الجنين اليتيم. لم تبدأ مأساة صدام حسين منذ ولادته في 28/4 عام 1937، بل قبلها ب3 أشهر، عندما دفعت النخوة والده حسين بحسب بعض الروايات ليقفز من سطح منزله في قريته العوجة التي تبعد 23 كيلومتر عن مدينة تكريت شمال غرب بغداد التابعة لمحافظة صلاح الدين، لإنقاذ امرأة جارته من تحرش بعض الأشقياء بها. إلا أن القفزة أدت لوفاة الرجل الذي أمضى حياته بالفقر والعمل، فيما تذهب روايات أخرى إلى أن وفاته كانت جراء مرض عضال. بينما تبقى الحقيقة المؤكدة أن حسين ترك ابنه صدام جنينا يتيما في رحم زوجته صبحة طلفاح التي كانت تعيش في فقر وعلى نفقة شقيقها بكوخ من الطين بقرية لم تكن تعرف الكهرباء أو الماء أو حتى الطرقات والمدارس. وما أن ولد صدام حتى عصبت بعائلته المأساة الثانية عندما توفي شقيقه الأكبر بمرض السرطان. الفقر والعوز اللذان عرفهما صدام في طفولته جعل والدته تضطر للعمل لتصبح في ذاكرة أهل تكريت امرأة بملابس سوداء جيوبها مليئة بالأصداف التي كانت تستخدمها بحسب كتاب وراء كل دكتاتور طفولة بائسة للكاتب مجدي كامل، الذي تحدث أيضا عن مأساة وفاة جد صدام في طفولته المبكرة، مما اضطره للانتقال مع والدته للعيش مع خاله خير الله طلفاح الذي تكفل بتربية صدام حينها. لكن زواج أمه من رجل آخر يدعى إبراهيم الحسن الذي كان يعمل بوابا في إحدى المدارس في تكريت أجبر صدام على ترك بيت خاله ليعيش مع أمه وزوجها، وكان يوميا يتحمل الضرب العنيف والاعتداءات اليومية. فهناك بعض الوقائع تؤكد إجبار إبراهيم الحسن الطفل صدام على العمل الشاق بالمزرعة والرعي، ومن ثم كبائع بطيخ في القطار المار بتكريت بطريقه من الموصل إلى بغداد، إضافة لمنع صدام من الذهاب إلى المدرسة لأنه بحسب زوج أمه لن يفلح بشيء. ورغم الفقر إلا أن صبحة أنجبت لصدام 3 أخوة من زوجها الجديد، ليعيش صدام وأمه وزوجها وأخوانه غير الأشقاء برزان ووطبان وسبعاوي في كوخ متهاوي مكون من غرفة واحدة. حتى أن صدام قال لأمير اسكندر كاتب سيرته الذاتية: لم أشعر أنني طفل أبدا. واستمرت مآسي صدام حتى التقى بابن خاله عدنان خير الله الذي علمه قبل ارتياد المدرسة رسميا القراءة والكتابة والحساب، قبل أن يصبح عدنان أعز أصدقاء الطفولة، مما جعله يهرب من زوج أمه وحياة الفقر والجهل وهو بسن 11 متوجها إلى تكريت قرب العاصمة بغداد ليعيش مع خاله خير الله طلفاح الذي كان يعمل ضابطا في الجيش، وعرف بأنه من القوميين العرب، كما سجن مرات عدة وطرد من الجيش بسبب حماسه للنازيين وحبه لهتلر، مما أثر بالتوجه السياسي فيما بعد لصدام، حيث التحق
بحزب البعث المعارض آنذاك. كما ورث الصبي عن خاله كراهية عميقة للملكية التي كانت تحكم العراق. وعلى عكس زوج أمه، رأى الخال بابن أخته فتى طموحا وقويا. فأكمل صدام دراسته الابتدائية عام 1955 في تكريت، حيث كان الأطفال يتنمرون على صدام كونه أكبر منهم سنا، إلا أن بعض الروايات تحدثت أن صدام عاد فيما بعد وانتقم من كل شخص سخر منه. أما دراسة صدام الثانوية فكانت في بغداد عندما انتقل مع صديقه عدنان خير الله، حيث التحق الصبيان بمدرسة الكرخ الثانوية. وكان على صدام أن يتغلب على الكثير من العقبات للالتحاق بالمدرسة، كما أنه لم يكن من الطلبة المتفوقين، مما منعه من الانتساب للكلية العسكرية فيما بعد. لينتقل صدام من الفتى الذي لا يفقه شيئا سوى الزراعة والرعي إلى الشاب المهتم بالدراسة والتحصيل الدراسي. صدام القومي. في وقت كان الحس الثوري القومي هو الطابع لفترة الخمسينيات، لم يجد صدام خيرا من جمال عبد الناصر في مصر ليكون قدوة له، فانتسب إلى حزب البعث في العراق عام 1956، ليصبح صدام في أواخر الخمسينيات عضوا في الفتوة، وهي منظمة شبه عسكرية على غرار منظمة هتلر. وبتشجيع من خير الله، فإن صدام كان يشاهد في مقدمة أي مظاهرة، كما حدثت أحداث عنف عدة خلال المظاهرات، وتعرض لعملية اعتقال دامت 6 أشهر بين عامي 1958 و 1959 بسبب اتهامه في قتل أحد رجال السلطة في تكريت. وبالتزامن مع نشاطه الحزبي كان صدام يعمل كمحصل في إحدى الباصات، ونتيجة لأنشطته في تكريت اكتسب صدام شهرة كمحرض سياسي، كما لمع نجمه في حزب البعث، حيث تأثر بأفكار وكتابات المفكرين القوميين وبالأخص البعث، وعلى رأسهم ميشيل عفلق. إلا أن كل هذا لم يتح لصدام دخول أكاديمية بغداد العسكرية نتيجة ضعف درجاته المدرسية ونقص وزنه 3 كيلوغرام عن المطلوب، أضاف إلى فشله في تجاوز اختبار اللياقة البدنية. فشعر حينها صدام بالإهانة لرفض طلبه، لكن بعد أن تعزز موقفه في السلطة عين نفسه برتبة لواء فخري، ومنح نفسه رتبة مهيب ركن، وهي أعلى رتبة في الجيش العراقي بعد أن أصبح رئيسا. الهروب من السجن. في عام 1958 شهدت العراق أحد أهم الأحداث السياسية بعد نجاح مجموعة من ضباط الجيش غير البعثيين بقيادة عبد الكريم قاسم في الإطاحة بالملك فيصل الثاني وتولي الحكم. إلا أن حزب البعث قرر اغتيال عبد الكريم قاسم، حيث تم إعطاء المهمة إلى مجموعة من كوادر الحزب، بينهم صدام حسين الذي شارك بإطلاق النار على موكب عبد الكريم قاسم في شارع الرشيد عام 1959. وخلافا للترتيبات بسبب الانفعال، سحب صدام مدفعه الرشاش وفتح النار على سيارة عبد الكريم قبل الوقت المقرر، مما مكن حراس قاسم من مواجهة الموقف وقتل سائق السيارة وعنصر آخر، بينما أصيب صدام بعيار ناري في ساقه. وفشلت محاولة الاغتيال، ليفر بعدها صدام إلى بلدته تكريت خوفا من بطش عبد الكريم قاسم، قبل أن يترك العراق متوجها إلى سوريا برحلة شاقة وخطرة ليقيم فيها 3 أشهر فقط. توجه بعدها في 21 من شباط من عام 1960 إلى مصر، حيث أكمل دراسته الثانوية وسكن مع عدد من رفاقه، ثم ارتقى في صفوف القيادة الطلابية لحزب البعث حتى أصبح مسؤولا عن الطلاب المنتمين للحزب. وفي ذلك الوقت أصدرت المحكمة العسكرية العليا الخاصة ببغداد حكمها بالإعدام على صدام ومجموعة من أعضاء الحزب الهاربين خارج البلاد، مما جعل صدام يستقر بالقاهرة، حتى أنه تزوج هناك ابنة خاله ساجدة خير الله طلفاح، وانتسب إلى كلية الحقوق عام 1961. لكنه لم يكمل دراسته إذ عاد إلى بغداد في أعقاب الانقلاب الناجح لحزب البعث،
في 14 يوليو عام 1963، والذي أسفر عن الإطاحة بنظام حكم عبد الكريم قاسم وتنصيب عبد السلام عارف رئيسا للجمهورية. لكن الخلاف الذي دب بين عارف وقادة حزب البعث جعله يشن حملة اعتقالات ضدهم. طالت قادة بينهم صدام حسين الذي استطاع الهروب من السجن، مما أسفر عن تعيين صدام مشرفا على التنظيم العسكري للحزب، فانشغل حينها بالتحضير لعمل عسكري يغير به النظام بالتوازي مع استمرار تمثيل وضعه السياسي وعلاقاته الحزبية البعثية، حيث سافر عام 1963 إلى دمشق والتقى بمؤسس حزب البعث ميشيل عفلق ليعود محققا مكاسب سياسية كبيرة، بينها تعيينه عضوا في القيادة القومية لحزب البعث وتوثيق صلته بقيادة الحزب في سوريا. وما أن عاد من سوريا رافضا نصيحة القيادة القومية، حيث نصحوه بالبقاء هناك لتجنب الاعتقال، حتى نجحت الأجهزة الأمنية لعبد السلام عارف في إلقاء القبض على صدام في 14/10 عام 1964، وتم سجنه في زنزانة منفردة في مديرية الأمن في بغداد، حيث تعرض للتعذيب. وتقديرا من قادة حزب البعث في العراق وسوريا لصموده، تم التوافق على قرار بعثي لانتخاب صدام أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث وهو لا يزال في سجنه. ومساعدة بعض رفاقه وضع صدام خطة للهروب من السجن أثناء خروجه لإحدى جلسات المحاكمة، وبالفعل نجحت هذه الخطة في 23/7 عام 1966، وهو العام ذاته الذي بات فيه صدام المسؤول الأمني داخل حزب البعث، كما أنشأ نظاما أمنيا وتولى مسؤولية التنظيم الفلاحي والنسائي داخل الحزب. صدام في السلطة